استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط وفدا يضم السيد جاريد كوشنر المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد مائير بن شباط مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل. واحنا فاتحين عمان سنين هذه الساعة البركة لا يبارك عمر فيه. والسيد أبراهام بيركوفيتش المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية. وخلال هذا الاستقبال جدد جلالة الملك نصره الله الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه جلالته في 10 من نوفمبر 2020 مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. وتهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب. كما هنأ جلالة الملك نصره الله السيد كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في ماي 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب، وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأكد جلالة الملك نصره الله في معرض حديثه إلى السيد مائير بن شباط على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولا سيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل. وكان هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتأكيد العزم على التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير التي أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 نوفمبر بين جلالة الملك والرئيس دونالد ترامب. وفي الأخير جدد جلالة الملك نصره الله موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية. وكذا الالتزام جلالة الملك رئيس لجنة القدس بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة. وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع أمام جلالة الملك على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والسيد جاريد كوشنر والسيد مائير بن شباط. نعم سيدي أعزك الله، سيوقع أمام جلالتكم نصركم الله البيان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل. يوقعه عن المملكة المغربية السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن الولايات المتحدة الأمريكية السيد جاريد كوري كوشنر كبير مستشار فخامة الرئيس، عن دولة إسرائيل السيد ماير بن شباط مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي. نعم سيدي عزك الله. Signature of the joint declaration between the Kingdom of Morocco, the United States of America and the State of Israel. For the Kingdom of Morocco, the agreement will be signed by Mr. Salahuddin Al-Othmani, Chief of the Government, and for the United States of America by Mr. Jared Korey Kushner, Senior Advisor to the President. And on behalf of the Israeli state, it will be signed by Mr. Meir bin Shabat, National Security Advisor and Head of the National Security Council. Allah Yibarak fi Amr Sidi.
حضر هذا الاستقبال السادة أدم سيت بويلر رئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وفؤاد عادل همة مستشار صاحب الجلالة، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة